اليوم نزلنا إلى سوق الأدوية برفقة إدارة الأمن ونيابة الصناعة والأخ مدير مكتب الصناعة ومكتب الصحة للتأكد من قيام الشركات ببيع الأدوية بالسعر المتفق عليه والمقر من الهيئة العليا للأدوية. والحقيقة وجدنا أغلب هذه الشركات ملتزمة بالسعر ومشهرة للأسعار، ولكن وجدنا الخلل الذي من شأنه رفع سعر الدواء في الصيدليات، وهو قيام بعض الشركات بإلغاء البونص التي كانت تعطيه للصيدليات، وبدلا من قيام الصيدليات وتجار الجملة بالتحاور مع الشركات قاموا بإضافة السعر على المريض، ويصل الدواء إلى المريض أغلى من السعر المقر. لذلك الخطوات القادمة ستكون لإنهاء هذه النقطة وإلزام جميع الصيدليات وتجار الجملة بالبيع بالسعر المقر، ومشاكلهم التجارية يحلوها مع بعض.